في بداية الكلام دي رسالة أحب أقولها لأي شخص عنده أولاد بيشوف الفيديو ده. أرجوك خلي بالك من أولادك واعرف هما بيتفرجوا على إيه على النت وبيتابعوا مين. يلا بينا نبدأ حكايتنا. Charlie, are you here? Oh shit! Oh shit, yo! Yo, Charlie! Oh my god! Charlie, can we play? Charlie, are you here? حكايتنا بتبدأ من امبابة في مدرسة المستقبل الإعدادية بنات الموجودة في شارع المدارس هناك، لما مجموعة بنات شافوا لعبة غريبة اسمها تشارلي على النت وهم حبوا يجربوها بداعي الفضول. دخلت لقيتهم بيتكلموا عن في لعبة اسمها تشارلي، وانا فضلت اللي هما بيحضروا روح وكده، رحت لعبتها معاهم وخدوا دم فعلا من ايدي. طب هي ايه لعبة تشارلي دي اصلا الاول؟ بص يا صديقي، دي عبارة عن لعبة بسيطة جدا، كل اللي هي بتطلبه منك ورقة فاضية وقلمين رصاص، وتقسم الورقة ل4/4 عن طريق انك بترسم علامة زائد على الورقة، وفي كل ربع بتكتب يس ونو زي ما موجود في الصورة دي. ولما بتخلص كتابة بتحط القلمين الرصاص فوق بعض برضو على شكل صليب او علامة زائد، وبتسأل الروح اللي اسمها تشارلي لو انها موجودة او لا، وانها تحب تلعب معاك ولا لا، زي الفيديو ده. Who is here? Is Charlie here? Sí, ya, pero eso es la funny. Is Charlie here? That's why this nigga go have a fucking rampage. Charlie, are you here? Oh shit! Oh! Charlie, are you here? And a bitch. Haha, you said yes. تعال يا بريكر. Come here baby. الله يا اخي. ركز بقى معايا يا صديقي في كل اللي هيتقال ده لانه في كلام خطير جدا. الحكاية بدأت من استغاثة لما كتبت بوست على صفحتها الشخصية على الفيسبوك وقالت انه كان في بنتين صحاب بنتها في المدرسة طلبوا من بنتها انها تلعب معاهم لعبة تشارلي، بس بنتها رفضت، فاصحاب بنتها طلبوا منها دبوس علشان يشكوا نفسهم وينزلوا دم، فكان رد البنت انها رفضت وقالت لهم مش هساعدكم تأذوا نفسكم. بس بعد نص ساعة البنتين اللي دخلوا الحمام علشان يلعبوا يخرجوا من الحمام وهم بينزلوا دم من عينيهم وبيجروا ويصرخوا ويخبطوا دماغهم في الحيطان، والمدرسة كلها تتقلب وصوت الصريخ يبدأ يعلى ويحصل حالة ذعر وخوف بين الطلاب والمدرسين كمان. وفي بنتين مع بنتها في الفصل كانوا في الحمام وشافوا المنظر بتاع البنتين اللي لعبوا اللعبة دي وجالهم انهيار عصبي وراحوا بسببه للمستشفى، والمدرسين قفلوا الفصول على الطلاب ومنعوا نزولهم، كمان حبسوا البنتين دول في أوضة لوحدهم لحد ما الشرطة وصلت وعملت كردون حاوت المدرسة كلها ومنعوا الدخول. وكان في طالبة معاهم اسمها شهد قالت ليهم ان اللعبة دي خرافات ومش حقيقية، فقررت ان هي هتلعب معاهم علشان تثبت لهم كلامها وعلشان تثبت لهم انها صح. ولما لعبت معاهم شافت القلم بيتحرك، وهنا هي قررت ان هي تسيبهم وتمشي، وكانت ماشية وهي خايفة. وبتقول شهد ان هي شافت صحباتها شبه الزومبي وعينيهم كانت بتنزل دم ووشهم مخيف جدا وعمالين يصرخوا. دخلنا غرفة التربية الفنية قلت لهم ان مفيش حاجة اسمها الكلام ده وراحوا بقى لعب خلوني العبها معاهم. انا قلت لهم ان انا العبها عشان اثبت لكم ان مفيش حاجة اسمها كده. رحت لعبتها معاهم وخدوا دم فعلا من ايدي. خدوا دم من ايدك؟ من صباعي. ليه الدم ده؟ لازم نحط الدم عشان القلم يتحرك او زي ما بيقولوا الروح تحضر. رحنا قلنا التعويذة هي كانت تشارلي ار يو هير، تشارلي ار يو جيم. الهدف من التعويذة ايه بالظبط؟ نحضر الروح. تشارلي ار يو جيم، القلم يتحرك بقى ايه سنة كده يتهز. تشارلي ار يو جيم، يروح القلم يتحرك قام واقف. ده باختصار كان كلام الأم في استغاثتها على الفيسبوك. طيب تعالوا بقى نحكي الموضوع واحدة واحدة. فاكرين مجموعة البنات اللي شافوا لعبة تشارلي اللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو؟ هم مجموعة البنات دول بقى
كانوا عاوزين يجربوا اللعبة دي، بس كان طبعا في منهم اللي خايف وفي اللي رافض نهائي حوار الموضوع ده. بس بعد محايلة من البنات على بعضهم قرروا ان هم هيعملوا الطقوس بتاعة اللعبة دي بعد الفسحة في حمام المدرسة. فعلا عملوا كده، بس المفاجأة كانت ان حصل صوت صريخ جامد قوي في الحمام، ولما اللي بره سمع صوت الصريخ ده راحوا جري على الحمام. بس لما دخلوه لقوا بنت من البنات اللي لعبت اللعبة دي بتنزل دم من عينيها وجات لها حالة هياج وبتصرخ بصوت غير صوتها. الموضوع ان شوية بنات اغبياء لعبوا لعبة في حمام، وبنت عورت نفسها لان اللعبة لازم زي تحضر الجنة او حاجة زي كده، فلازم تنزل من دمها، فعورت نفسها ومعرفش قالوا حاجة في الحمام وكده. فالبنت دي اتلبست، وكان في 3 أو 2 تاني معاها اغمى عليهم، والبنت دي بقى كانت بتنزل دم او حاجة من عينيها، وفضلت تجري ورا العيال وطلعت عندنا الفصول وفضلت تخبط عليها، حرفيا لفت المدرسة كلها. وطبعا العيال من المنظر خافوا وكلنا اترعبنا، وفي عيال اغمى. ويقال ان المدرسة اتهزت زي ما يكون في زلزال قوي وضرب المدرسة بس. وفي اقوال غيرهم بتقول ان الكهرباء فضلت تشتغل وتطفي لوحدها، وان كان في بنات كانت عاوزة ترمي نفسها من سطح المدرسة. في بعض الاقوال التانية بتقول ان البنات دي كان معاهم سكاكين حامية او امواس حلاقة، وكانوا مقطعين بيها شرايينهم او اجزاء من ايديهم، وده كان يعتبر القربان بتاع اللعبة. وبعد كده حاولوا المدرسين ان هم يهدوهم، بس البنات جريوا على الحوش، وكل لما يقابلوا حد كانوا يضربوه بالسكينة ويخنقوا البنات والمدرسين. وبسبب كده يقال ان في مدرس وصل للمستشفى بسبب ان في بنت خنقته ومعرفش يفلفص منها. فالمدرسين او نظرة المدرسة بعد ما شافت الوضع ده كله على طول اتصلت بالشرطة، ولما الشرطة وصلت المدرسة لاحظت ان البنات عندهم حالة هياج شبه الصرع بالظبط. ويقال ان كان في بنت رابعة كانت بتحضر الطقوس معاهم في الحمام واختفت، ودلوقتي في بنات كتير في مستشفى، في منهم اللي متعور وفي منهم اللي حالته حرجة. بس وزارة التربية والتعليم نفت كل الكلام ده وقالت ان مفيش اي حد اتعور ولا في حد في حالة حرجة، ونفت كمان ان في طالبات قطعوا ايديهم او شرايين ايديهم. كل الكلام ده ما حصلش. طيب ده كان معظم الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا، وللأسف الشديد معظم المواقع الكبيرة واخدة الكلام ده منهم. بس تصدق او تكذب الروايات دي يا صديقي، ليك كامل الحرية والاختيار. ولو انت عاوز تعرف رأيي انا هسيب لك لينك في الديسكريبشن او في اول كومنت، ادخل عليه وهتعرف رأيي بالظبط. وبس كده يا سيدي، ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة لو انت على يوتيوب، ولو انت على الفيسبوك ما تنساش اللايك والشير، وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وتكلمني عليه لو حابب نقول اي قصة جديدة او عندك اي ملاحظات على الفيديوهات. وبس كده، كان معاكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي.